صار يعني فوق النص ساعة يعني حكيت هواية بالفيديو، فأحكي الملخص يعني. وطولت عليكم أنا بالفيديو، مو طولتكم. يلا، 1 2 كمل ولا يلا 15. أنا دائما نقول أرقام واحد بقول 1 2 3 4. هلا والله شباب، شلونكم؟ شو أخباركم؟ يا رب كلكم بخير. رجعت لكم فيديو جديد. رجعت لكم فيديو جديد، مشتاق لكم هواية. الفيديو الأخير قلت لكم بعد يومين 3 أو 4 أيام بزيادة تقريبا نزلكم فيديو، صح ولا؟ أسأل نفسي ليش ما نزلت فيديو؟ وليه تقريبا صار لي 9 أيام أو 10 أيام إني ما نزلت فيديو؟ ليش؟ يعني ليش؟ أنت جاي تسوي؟ يعني ليش جاي تأخر عالم؟ شنو السبب؟ أنا أجاوب نفسي إن السبب إنه صورت فيديو بس إنه ما طلع بي صوت. شايفين هيجي؟ إنه أنا تقريبا نص ساعة أصور فيديو، نص ساعة والله تقريبا نص ساعة أصور فيديو أحكي العالم وشاقة وأضحك وايد، بعدين إنه أخلص الفيديو صوت ماكو. ليش؟ ما أعرف. حاولت ما لقيت الحل. فأنا شنو سويت؟ إنه هسه من حتشوفون الفيديو إنه أحكي للناس راح يطلع صوت فقط بالمونتاج، يعني الناس يحكون ما حيطلع الصوت مالتهم، ولا انا جيت احكي الفيديو ما يطلع الصوت، فقط راح تسمعون الصوت مالتي المونتاج يعني. والفيديو مو يعني قلدته، يعني هو كان 30 دقيقة سويت تقريبا 10 دقائق او 11 دقيقة، يعني الفيديو طويل يعني. حرامات والله العظيم، حرامات يعني. ما اعرف كل هالتعب، هو مو قصدي يعني تعب، بس هو كلها يعني انه ضلت قاعد وسولف واضحك، كان الفيديو كلش حلو يعني. بس انه ما صارت إنه ما طلع الصوت. بس هي مشكلة ما أعرف ليش، يعني لو أعرف ليش كان أنا تعبت. بس حاولت إنه ما إنه يطلع الصوت. حرامات الناس اللي يحكون وياي، ونفس الوقت مشغول بالشقة وجايب أغراض وهم ما عاد مجال والله. فهذا الفيديو عجبكم يعني، همت إني بعد أصوركم إن أحكي ويا الناس، فاكتبوا تعليقات حتى إنه شنو، حتى كل ما احاول ان بعد ما انزل فيديو هم يعني اساس صديقي طالع هاي البرنامج اساله. انا وقتها والله ما توصلت كان، بس راح اساله اقول ليش انا صورت فيديو انه ما طلع صوتي ولا صوت الناس اللي يحكون وياي، شنو السبب يعني. فهم راح يعني، واذا انتم ما تريدون هم نمط اللغة يعني اصور لكم الفيديو وفقط ان يطلع صوتي بالمونتاج، لان وقتها انا يعني بصراحة فقط حكيت لهم بالالماني، ما حكيت يوم عربي. اكو يمكن شخص او شخصين طلعوا وياي حكوا وياي عربي، بس اكثرهم انه طلعوا يحكون وياي الماني يعني. فوقتها حتى لو طالع الصوت يعني ما راح تفهمون، يعني انا احكي الماني ولا احكي عربي. فهسه يعني اقول لكم الكلام وانا كنت ماشي على حلقي. هسه احكي لكم اللي يعني عفوا بالمونتاج احكي لكم الكلام انه شنو. كل ما اقول كلام اديتور على حقي. فهسه احكي لكم الكلام انه شنو قلته ويا الناس واللي حكيت وياهم بالالماني. يعني مو كل اللي صار يعني، بس احكي الملخص يعني، لان اذا احكي كل اللي صار يعني فوق النص ساعة يعني حكيت هواية بالفيديو، فاحكي الملخص يعني. وطولت عليكم انا بالفيديو، مو طولتكم. يلا، 1 2 كمل ولا يلا 15. انا دائما نقول ارقام واحد بقول 1 2 3 4. انا اكو ناس اول من انا ما اعرف الارقام. دائما يقول 1 2 15 100 مليون. يلا انطقوا. حطوا لايك واشتركوا بالقناة وضيفونا على الانستغرام على التيك توك. على التيك توك والله صار ما ننزل فيديو على التيك توك، ان شاء الله جزء يوم او يومين حصل فيديو على التيك توك. وهم ننزل على التيك توك، وتابعوني على الجروب مالتي اللي حاليا يشوفني على اليوتيوب او على البيت. خلي يتابعني على الجروب مالتي، حخلي رابط الجروب وين بالوصف، اللي دائما نفتح بيه لايف. وهم اللي عنده سؤال او استفسار فانا حاضر يعني. فاكثر شيء تشوفونه على يعني بالجروب انه يوميا انه انا افتح لايف. اذا يكون عندي الشغل بين يوم ويوم، بس اذا ما عندي شيء لا افتح يومي يعني. يلا، I love you. اعذروني ان يطلع صوت صدى. ايش وقت اثث الشقة مالتي، ايش وقت اثثها ما اعرف. خليكم اقول لكم شوية قبل ما تروحون شوفوا الفيديو، اقول لكم شوية انه ليش ما جيت. شوف انا عندي اصدقاء، بس انه اصدقائي
أنا ما بنفس الوقت إنه ما أريد إنه أجبرهم أو ألح عليهم وأقول لهم يا تعالوا ساعدوني. هم عندهم شغل، هم ملتزمين بدراسة وشغل، عندهم عوائل، فمو دائما إنه يكون عندهم مجال حتى يجون يساعدوني. فدا أشوف إنه شوكة إن شاء الله إنه أثبت الشقة إن شاء الله. بركت يعني أيام جاية أنا جبت شغلات، جبت شغلات الشقة، بس بعد ما أريد أصور هسه الشقة، بعد خل تكمل الشقة كلها وأصورها لكم. يلا حبايبي، هالمرة لا والله، هالمرة حتروحون، بس يعني حتروحون من صدق إنه تشوفون الفيديو إن نحكي ويا الأجنبيات فد شي، بس آخر صوت ما طلع، الصوت ما طلع، راح يطلع فقط صوتي المونتاج، ما طلع الصوت من الجنواية. بكت أحاول إذا صارت فإن شاء الله إني أصور لكم فيديو وأشوفكم إن شلون أنا أحكيهم بالألماني هم شلون يعني يحكون بالألماني. يلا باي باي. لايك فيديو لايك، يعني ليش شو اسمه شجعوني، يعني انطوا لايكات، انشروا الفيديو حتى يوصل الى مشاهدات، يعني لا تصيرون نحيسين يا لما تعطون لايك لا تعليق تنشرون الفيديو. انا هذا الشيء جاي اسوي يعني لكم، فانتم همين شجعوني، ما دام انا وحدي يعني هم شجعوني، انا وحدي شجعوني حتى انه استمر وياكم، انه ما تجي احيانا والله يعني انه افكر انه اعرف القناة، بس نفس الوقت أقول ناس إنه قليل جاي يتابعني، فأقول هذول يعني حتى لو 10 يتابعوني فأنا شغف بيهم يعني. فأنتوا هذول 10 يعني انشروا الفيديو يعني أكثر عدد ناس، حتى شوية شوية تصعد القناة وأيضا يصعد البيت. طولت لكم، مو أعرف إنه طولت لكم، أعرف إنه تحملت إنه، بس أنا أحبكم تتحملوا، مهم أنتوا تحبون وأنا أحبكم. المهم أنا ما أعرف إني أحكي، يلا روح شوف الفيديو. هنا سألني أول شي قال أنت من وين؟ قلت له أنا من العراق ومقيم بألمانيا صار لي 7 سنوات ونص وساكن مدينة هانوفر. فقلت له أنت من وين؟ كان يقول لي أنا مقيم بألمانيا همين، بس والله ما أدري وين قال لي بيا وكان، لك والله هو شغلات حكينا أنا وياه، بس المشكلة نسيتها يعني، ولا ما أعرف على شنو ضحكني، ما أعرف والله، لأن قلت لكم قبل أيام صورت هذا الفيديو يعني، وحاولت إنه يطلع الصوت بس والله ما قدرت، ما أعرف ليش ما طلع الصوت بالفيديو، ما أعرف شنو السبب، ما أعرف. فضل نسولف أني ونضحك ونشاقة يعني، أسأله ويسألني ودا أشوف يعني شلون دا نضحك أنا وياه، فأني نطلع ويا ناس إني حابة أشاقة وياهم وأضحك يعني. هسه حقلب لا ماكو شي، هنايا واحد أو وحدة يمكن طالعة أو شنو، واحدة مو اكو يشوفوني يضحكون، يشوفون شكلي شلون الصيني الياباني، او انا قصير قامة بين علي انا قصير قامة فيضحكوني يعني، فانا من اضحك وياهم. شوف خالي بدين شافتني قبل راحت وقتها ما قلت له هلو بعد راحت يعني. شفنا ظل يبان علي يضحكون، واحد لنا شاح يضحك، انا شفت له واحد هاك اشار علي وايش قامت تضحك فأقول له شوفي، اي بس هو ترى مخلي شو اسمه شلون مو مناظر يعني، شلون اسمه ما اعرف شنو هاي يعني، خليه فجاي تضحك وهو من ضحك يعني، وانا ما ظليت اضحك وياهم يعني. مثل ما قلت ان اي ناس يطلعون يعني ان احب الشاقة اضحك يعني ويا الكل يعني، يستغربون انه يشوفون واحد مثلي انا قصير قامة وياهم يعني. وراح اشوف هاي بنية راح تروح، هذا من طلع لي هذا قبل راح، هذا من يمكن يحكي وياه شوية، اي راح قبل. اكو بيهم يعني قبل يطلعون يعني، بس يشوفون اكو بيهم يدورون على بنات يعني خشمها بالاخير. هاي بنات همين هذني كرتيات، فهمن ظلت اسولف وياهن، وبعدين هن راحن يعني ما تأخرت يعني ما ظلت يعني وايد. فقلت وانا عراقي وهمن فحكيت وانا ألماني مو عربي أو كردي، حكيت وانا ألماني يعني. فقال احنا من عاشات بألمانيا
فظلت أسولف وياها يعني قلت لها أنت عايشات. والله ما أعرف إنه نسيت المناطق يعني اللي هاي قبيلة الولد يعني ما أعرف إنه وين عايشين يعني نسيت وين ساكنات يعني أو أيضا هذاك الولد يعني. فظل قلت لهم أنا هم يعني صار لي 7 سنوات ونص بألمانيا ومقيم بألمانيا يعني 7 سنوات ونص وساكن مدينة هانوفر حفاحة قربة أو هي قربة العفو نام ماكو شي مو طلع السوداء ها مكتوب نكتة يعني جاي يعني آخر هنا كل شي ماكو لما أعرف على شنو بابا فوق صرت معلق شوف هذا طلع لي هنا ماكو شي همين ماكو شي هنا أدرس أنا حد سوا نكستة اي هاي البنية ظلت وياها تقريبا ظلينا نسولف وهاي اي قلت له اني همين يعني اي شخص يطلع وياي يقول لي اني عراقي يعني مقيم اكو شي تسوي يعني تسوي دا احكي وياكم او انت وين ساكن او شنو اسمك قلت له اني اسمي عمر بس اللقب مالي ميرو يعني بس تشوفون الفيديو يعرفون القناة مالتي اسمها ميرو يعني لأن هذا اللقب مالي. اي فضلنا نسولف وانا قلت لها ان انا عايش بألمانيا وهاي التفاصيل قالت لي انا من ألمانيا ووين ساكنة اتذكر قالت وشو قالت اتذكر يعني اتذكر ما متأكد بس اتذكر يعني. اي قلت له يمكن نكون اصدقاء كان يقول لي لا قلت له ليش كان يقول لي انا عمري 14 سنة ما 15 سنة قالت له 14 لو 15 اي قالت لا ما يصير قلت لها ترى انا لا اتشاق وياك يعني اي قالت لي تمام فظلينا نحكي وياها واشرت يعني هاي كلنا نحكي انا وياها بالالماني يعني كل هذا الشي دا احكيه بالالماني. اي فظلينا نسولف وهاي قلت لها اني وحدي قلت لها اني عندي شقة وحدي ودائما انه عندي ملل فعلى مود هذا البرنامج انه حتى تعرف على الناس ان نكسر روتين الملل يعني. فهي قالت لا انا همين يعني ويا اهلي انت يعني اهلي بالعراق واني همين صار لي 7 سنوات ونص ويعني اكون دائما وحدي وملل عندي ملل يعني وقلت لها ما جاي اشتغل لان الشغل بالمانيا شوية صعب بالنسبة لحالتي. ايه قلت لها جاي ادور على شغل بس القى يعني انه اشتغل يعني. ايه فهمنا ضلينا نحكي هن شغلات يعني مثل انت شنو يعني وين مطلب دراسة هاي يعني قلت لكم وانا نحكي الناس راح تشوفوها يعني اكو ناس يحكون وياي يشوفون عادي نتعرف ونظل انت شلون اسوي بنية وكلنا بس يشوفون قبل يقلبون مثل ما قلت انه اكو ناس فقط يعني على البنات لا انا حتى لو اشوف وانا ولد احكي يعني مو فقط على البنية حتى لو اشوف ولد انه احكي عادي يعني ماكو اي مشكلة. بس مثل ما قلت اكو ناس لا يعني فقط انه على بنات شوف ولد قبل يقلب شوف بنية يبقى وياها. اما دام جاي هذا البرنامج يعني قليل افتح هذا بس يعني من جاي ان شاء الله انه راح حتى لو ما اصور انه اكون ويا الناس لان هذا البرنامج حلو يعني مونس انه حتى نفس الوقت انه انا يعني قليل استخدم الماني ويا اصدقائي يعني احكي عرب البيت انا وحدي فقليل استخدم الماني مثل فقط انه استخدم الماني يعني ماركت من نوع دائرة معينة اما مثل ما قلت انه قليل استخدم الماني ويحكي هذول يحكيهم ألماني يعني حتى خاف اكو شغلات اني ناسيها شفناها قلت يمكن نكون اصدقاء كان يقول لا لان اني عمري مثل ما قلت انه 14 لو 15 فقلت عادي بعدين ترى انا شاقيات يعني فقالت عادي. اي شو هذول ولد هسه يعني انا بقيت يوم يعني ما قلبت يعني كويم يقلبون لا انا ما قلبت يعني انه ظليت انه اسولف وياهم عادي مثل ما قلت اني هذا فاتح البرنامج انه اتعرف على الناس يعني مو فقط على البنات فعادي إذا يعني أتعرف على شباب أو بنات ماكو أي مشكلة يعني
فضلنا هن نسولف وياهم، هم يلعبون بلاي ستيشن. فوقتها أنا قلت لهم إنه عندي إكس بوكس يعني. أي وكبير يعني بس نسلم، فماكو يعني موضوع حتى نسولف فيه. فتشاو تشاو يعني باي باي. أي يعني فاكو من احنا نطل يعني نسولف وهاي، لا والله من وين انت يقول له فلان، يقول له فلان بكان، يقول له فلان بكان. يعني صار لي كم سنة هنا، هو قال صار لي كم سنة هنا يعني بالدولة. وبعدين قال لي يلا في مال لا وكلها والله نظل يعني هم يسألوني على موضوع وانا نظل على الموضوع، نظل نسولف يعني. اما هنا والله ما اعرف على شنو ديتني احكي صراحة، مو كل الكلام انه اتذكره يعني. يا ريت لو طلع كلامي كان ترجمته لكم يعني انه شنو دا احكي الهم وشنو هم دا يحكوا لي اياه. بس انه ما دا يطلع والله الكلام، ما دا يطلع الكلام. اي عفوا ما دا يطلع انا حتى والله تعودت من وراء المونتاج، لان ما متعود انه اقول هواي كلام هيجي بالمونتاج. اقصد يعني ما دا يطلع الصوت، يعني ما دا يطلع الصوت. اي تدرون تعب تاني صوت مونتاج تعب يعني. شوف هاي قبل شافني انقلب، ما أعرف شنو هذا. أنا ضايع صافي قداي شنو هذا. شنو هذا ما أعرف. أحيانا أبقي يعني أنا ما أقلب، أبقي هم يقلبون يعني. شوف وين يقلبون مثل ما قلت إن كل الناس تدور على البنات يعني. أي فهذا يشوفها شاشة بس اسفار ويباع البوسة لك بطل، أنا بطل. ناخذ الضحك. وهذا شو اسمه قال لي يمكن أنا باكستان حبايبي بلاعيني بعد ما أقولكم إنه صار بيها، لأن تعبت ما متعود إنه يجي أحكي هواي بالمونتاج. شو اسمه هذا قال لي عن باكستان، وهذا مين يدق على الموسيقى. أنا قلت يدق على هاي العود أو مثل هذا العود يعني. شوف هاي خاتلة، أقول طلع وجهي شو طلع وجهها. دائما يكون هيك ناس أقول لهم يعني ليش ما طلع وجهكم يعني. هم ترجانا مو مثلنا احنا العرب او العراقيين، يعني هم عندهم عادي. بس اكو بنات يعني اكو بنات لسه طالعين وجهين. مو حبايبي وصلنا لهذا الفيديو، ان شاء الله هذا الفيديو عجبكم. باي باي الى اللقاء، احبكم.